السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبابي متابعي قناتي قناة أمنية إيمان؟ يا ربي كلكم بخير وصحة وسلامة. بداية هاي الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس للكل. حبايب قلبي، طبعا أنا هاي الفترة كلها منقطعة عنكم. كان آخر فيديو نزلته بالقناة كان حكيت لكم عن مرض أخويا. طبعا أخويا الله يرحمه بقى 13 يوم بالمستشفى، وبعدين إلى رحمة الله توفى. فتعرفون بعد يعني إن النفسية، وبعد يعني فقدان الأخ الكبير. الله يرحمه ويرحم والديكم كلكم. بهذا الفيديو أحب أشكر كل البنات اللي راسلوني، اللي اتصلوا علي، اللي عزوني بوفاة أخويا. أكيد أني إيش ما أحكي ما أقدر أوصل اللي الحالة النفسية اللي أنا بيها. بس أكيد هي الحياة لازم تستمر، يعني بكل الأحوال إحنا بشر، وهاي نهاية كل إنسان. بس نقول الصبر من رب العالمين. يا ربي يصبرني ويصبر جميع المسلمين على فقدان يعني أعزائهم. اليوم حسوي لكم هذا الفيديو حتى أنا أشكر البنات وأشكر كل اللي قلت لكم، اللي اتصلوا واللي أخذوا من خاطري. بنفس الوقت هذا الفيديو هماتي أنا راح يكون بيه استفادة لكم. يعني خلينا نقول فيد واستفيد. اليوم راح أحكي لكم بهذا الفيديو عن العناية بالزرع، زرع البيت. أنا هواية بنات يسألوني من أسوي فيديو، من أسوي لايف بالجروب مالتي، يسألوني يشوفون الزرع مالتي بالبيت وبالمطبخ. أكثر شيء أنا بالمطبخ أحب الزرع لأنه ينطيك طاقة إيجابية جدا. وكذلك بالمطبخ راح يكون الزرع كلش يعني نشط وحلو، لأنه أغلبية النباتات تحب ريحة الطبخ بصراحة. يعني على ريحة الطبخ راح تكون كلش هاي النبتة حلوة. طبعا أنا خالة هنا هاي كانت عندي كوابة. تدرون أني همات يعني أبيع فرفوري وهاي الشغلات، فعندي هاي الكوابة كانت بيها تلف، يعني شوية مسلمة. فاستغليتها، قلت أفضل ما أذبها خليني أستغلها بتجذير النباتات. فشوفوها أكثر هاي النباتات قامت تتجذر، وشي كلش حلو. شوفوها، فشي حلو ينطي كلش طاقة إيجابية بالمكان. وكذلك أريد أفيدكم في الشغلة كلش حلوة وتستفادون من عندها إذا أنتم من هواة النباتات. شوفوا هاي النباتات هنا بالمطبخ. هاي طبعا خالتها كلها يم الشباك، دا تلاحظون. وهاي المنطقة هماتينا هاي كلها تجذير. وأحب أشوفكم هنا هاي المنطقة كذلك. هاي هنا هم حاطتهم، لأنه أنا عندي المطبخ حار ومطبخ بارد، فهذا بالمطبخ الحار، هذا القاطع بين الحار والبارد، وهاي المنطقة. وكذلك عندي هذا الشباك، ما أدري مبين أو لا، هذا طبعا شباك كلش صغير، فهماتي أنا مستغلته حاطة بيه نباتات. فاليوم راح أشوفكم فد شغلة. شوفوا صلى على محمد. شوفوا النباتات مالتي كلش حلوة، لونها كلش حلو. طبعا أنا شنو أستخدم لها؟ أستخدم لها هواية شغلات لهاي النباتات. طبعا ممكن شغلات تستخدميها من داخل بيتك، يعني من خلال المطبخ مالتك تقدرين تستغلين شغلات تسويهن أسمدة لهاي النباتات. وبالإضافة إلى أكو شغلات أسمدة تقدرين تشتريها من أبو المشتل. فذا يعني صعب عليك يعني تطلعين
تقدرين تستغلين شغلات البيت. وإذا تطلعين تروحين للمشتل أو حتى يعني زوجك أو أحد يجيب لك، ممكن تستعينين به ويجيب لك هاي الشغلات. فمن الشغلات اللي راح أشوفكم إياها اللي ممكن تستغليها من البيت مالتك هو هذا الشيء. طبعا خل أشوفكم إياه. اللي هو قشور البيض. طبعا أغلب البنات أغلبكم تذبون هاي القشور، أنا ما أذبها، هاي أيبسها أخليها، طبعا أغسلها ورا ما يعني أستخدم البيضة مثلا سلق أو طق. تقدرين تغسليها تنظفيها وبعدين تيبسيها. طبعا أنا إيش حاطة هنا، حاطة هاون صغير. شوفوا هذا الهاون، ما عندي طاحونة بس ما أريد أسوي بالطاحونة، أستغل هاي الهاون. شوفوا هاون كلش حلو، هماتين فرفوري وهم يشتغل شغل حلو. فايش أسوي، أطحنها هاي، شوفوها بهذا الشكل، بهذا الشكل، بس أني بعد أنعمها أكثر وتستخدميها المن الهاي النبتة مالتك. تخلي شوف هسه أني هذا حاطة لها، هذا حاطة قشور البيض ناعمة كلش تصير مثل الطحين. هاي ايش راح تسوي لك؟ طبعا راح تعطي النبتة كالسيوم، وهذا الكالسيوم كلش يفيد النبات. شوفوا ما شاء الله، يعني عندي الدفع كلش قوي. فهذا من الدفع اني ايش راح اسوي، اجذر، لان اني هاي ما اريدها تتسلق، اريدها هيك تمد، واخذ من عندها اجذر من عندها. عندي بغير مكان حاطته هذاك فوق الدرج، يعني حتى انا اريده يتدلى. هنا أنا لا، ما اريده يعني يبقى هيك حلو، هيك تبقى كفشه زين. وشوفوا هذا طبعا العنكب اكو بيحطوه برا، وحتى بالداخل البيت كلش تمام. يعني انا هاي من جبتها كلش صغيره كانت، شوفوها شلون الدفع مالتها ما شاء الله. ادي هاي ديال الثعلب او جلد النمر او هيك شيء، يعني كل واحد شنو يسميه. طبعا هاي زرعتهم، ما صار لي هوايه، كنت مجذرتهم وزرعتهم. شوفوا حاطت لها قشور البيض، شوفوا هاي حتى صغيره، هاي البلابه صغيره تمام. فهاي تقدرين تستغلين هاي قشور البيض وتستفادين منها نباتاتك ان شاء الله. يعني بفيديوهات يعني قادمه ان شاء الله راح اشوفكم طريقه ثانيه تقدرين تستغلين قشور البطاطا اللي هي البوتيتا. يعني من تقشريها بدل ما تذبين القشر، راح اشوفكم اللي مسويته اني. هذا أنا مسويته، تجيبين جدر تفورين مي على الطباخ، وهاي القشور قشور البوتيتا وحتى قشور الموز تذبيهن بهذا المي وشوية يفور وتطفيها، فتخليه بس يومين يبقى بالجدر بحيث يذب كل المونة مالته. تقدرين تستخدمينه كل اسبوعين مرة، بس هذا شنو تخلطينه ويا المي. يعني مثلا تخلين قلاص من هذا قلاص الى لترين مي، قلاص من هذا لترين مي، تخبطينه وتسقين به نباتاتك تمام. وممكن حتى تضيفي له ويا شويه خاشوقه قهوه، كانه يصير مثل الحديد تمام. تعطينا نباتاتك. طبعا من نبته من تعطيها هذا يعني هذا المشروب، تقدر تخليها اسبوعين يلا تسقيها. طبعا مو رأسا تسقيها، حاولوا شلون تحافظون على نباتاتكم ابد لا تسقوها هوايه. طبعا السقي كل اسبوع افضل، حتى لو كل اسبوعين. يعني هسه احنا جو شتاء، ابد لا تعطين مي، تدي تحافظين على نبتك حتى جذورها ما تخيس، كل اسبوعين مره تعطيها مي حتى أنا تبقى نبتك الا تشوفيها تعطش كلش، التراب مالتها تيبس، ترابها يابس، يلا تنطيها مي تمام. تشوفيها من أنا كلش يبست، التراب مالها كلش يبس، يلا تعطيها المي. أتمنى هذا الفيديو تستفادون من عنده حبايب قلبي،
ويا ريت يا ريت يعني تسوون اشتراك بهاي القناة، ولا تنسوني باللايك حبايب قلبي، وأحبكم كلش هواية. والله بصراحة أنا هم قبل ما يعني ما أنهي الفيديو جتني لحظات بأنه قلت راح أعوف القناة لأنه ما بيها تفاعل، و يعني كلش متعبتني بصراحة. بس أرجع وأقول لا، خليه حتى لو بالشهر مرتين أنزل فيديو، خليها صدقة جارية إلي والأهلي، تستفاد من عندها البنات. وإن شاء الله يعني أنا ما أقصر وياكم بأي معلومة ممكن تودون تستفادون من عندها. حبايب قلبي مثل ما قلت لكم لا تنسوني باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس للكل، ومع السلامة.